السؤال بيقول ليه شعري بيقف عند طول معين مش بيطول بعده. خلينا متفقين وعارفين ان احنا مش زي بعض وكل واحد عنده جيناته المختلفة، فمش كلنا شعرنا هيطول ويوصل مثلا لاخر ظهرنا، ولا شعرنا كل الناس هتبقى شعرها قصير، مش كلنا شعرها هيبقى طويل. كل واحد حسب الجينات بتاعته شعره هيوصل للطول اللي الجينات بتاعته بتقول ان الشعر بتاعه هيوصل للطول ده. طيب انا مثلا لو عيلتي كلها شعرها طويل، انا ليه شعري قصير؟ خلينا نعرف ان الشعر بيمر ب3 مراحل. اول مرحله هي مرحله النشاط، المرحله اللي فيها البصيلات بتاعه الشعر بتبقى نشطه وبتبدا تطلع شعر، فبالتالي شعرنا بيبدا يطول وينمو فيها. المرحله دي مش ثابته عند كل الناس، يعني ممكن تكون مثلا عندي 5 سنين، عندك 7 سنين، عند حد تاني الجيران مثلا هيبقوا 10 سنين.